ليش الاستغفار مهم للصحة النفسية والبدنية؟ لأني زي ما ذكرت المشاعر السلبية والذنوب والمعاصي تضر الجسم وتؤذي الجسم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. والآن الدراسات تقول أنه أكثر من 90% وبعضها تقول حتى أنه أكثر من 95% من الأمراض التي تظهر في الجسم سببها نفسي، سببها الضغط والتوتر والمشاعر السلبية. والله سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. أن المشاعر السلبية مثل الحزن تضر الجسم وتمرض الجسم. فالزموا الاستغفار مو بس لتجلي أهدافكم، كمان عشان تحافظوا على صحتكم. الصحة أهم شيء عندنا في هذه الحياة، لو ذهبت لا سمح الله نستمتع بأي شيء في هذه الحياة. المرض من الشيطان، لأنه أغلبنا يعتقد أنه المرض من الله أو ابتلاء من الله. المرض من الشيطان، المرض ليس من الله، وهذه من المعتقدات المغلوطة عندنا. فسيدنا إبراهيم نسب كل شيء لله سبحانه وتعالى إلا المرض، فقال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت وإذا مرضت أنا قصده، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني كل شيء نسبه لله إلا المرض. حتى سيدنا أيوب قال: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فالمرض مو من عند الله، خذوها قاعدة: أي شيء طيب فهو من الله، فرب الخير